لما تيجي تبعت لحد ريكورد فيه 3 اخطاء اوعى تعملهم علشان شكلك ما بقاش وحش قدامه، وفي نفس الوقت علشان نفسيتك ما تتاثرش. لايك ويلا بينا نبدا. اول حاجه، لو بعت ريكورد لحد بلاش تسمعه من بعد ما تبعته، مش هتستفاد حاجه الا لو انت عايز تتاكد ان انت لو في حاجه كنت ناسيها مثلا ولا لا. لانك لو كل مره بتبعت لحد ريكورد بتقعد تسمعه كل شويه، دي بتبقى اشارات لعقلك الباطن انك مش واثق في نفسك، فهتلاقي انعكاس لكل حاجه في حياتك انك متردد كل شويه وبتعيد تقييم الاشياء من حواليك. تاني حاجة، لو بعت ريكورد لحد ما تجيش بعدها بكام ساعة، ده هو لو ما ردش يعني تبعت واحد تاني، لأن الإنسان اللي بيستقبل هو إنسان ذكي أكيد هياخد باله من فرق التوقيتات، فهيبقى عنده انطباع إيه؟ إن أنت فضل الموضوع مأثر فيك لحد ما بعت ريكورد تاني. والله بعت ريكورد ابعته لحد ما الشخص اللي قدامك يرد، بس هتفضل مستني كام ساعة وتلاقي مفيش رد فتروح باعت ريكورد تاني، الشخص اللي قدامك هياخد انطباع عنك انك قعدت طول الساعات دي كلها بتفكر في الموضوع لسه شاغل دماغك. تالت حاجة ودي مهمة جدا برضو، لو بعت ريكورد بلاش تمسحه، لان الشخص اللي قدامك ممكن ياخد عنك انطباع ان انت جبان وعندك تردد كبير جدا، الا لو في حاله ان انت لقيت الريكورد ده خلاص ما بقاش لازمه، لان المعلومه اللي انت هتقوليها له عرفها من حد تاني مثلا، كده امسحه عادي. لو عايزين اكتر من انواع الفيديوهات دي انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه.